بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها إعلان شوشة بين تركيا وأذربيجان، وهو إعلان للتعاون العسكري، أن كل دولة تساعد الأخرى عسكريا في حالة الاعتداء على أي من الدولتين، وهو لا يرقى لمستوى التحالف العسكري. وأيضا الإعلان لم يتضمن نشر قوات من الجيش الأذربيجاني في تركيا ولا في تركيا داخل أذربيجان. وسنجد خلال العرض أنه بكل سهولة تستطيع إيران أو روسيا احتلال أذربيجان. تركيا لن تستطيع أن تفعل أي شيء لإنقاذ أذربيجان إذا سقطت كما سقطت كازاخستان وكما يحدث الآن في أوكرانيا. تعالوا نبدأ ونرى. أولا هذان الرئيس التركي أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال توقيع هذا الاتفاق في مدينة شوشة الأذربيجانية. هنا كما نشاهد مدينة شوشة، وهي طبعا تعتبر في أذربيجان عاصمة الثقافة، لذلك الإعلان وقع فيها وباسمها. هنا العاصمة الأذربيجانية باكو. وأذربيجان كما نعلم هي قسمين غير متصلين، يعني فينا جيب أذربيجاني غير متصل لكن هو جار لتركيا، الحدود بينهم 8 كيلو مترات فقط. طيب الاتفاق ينص على أنه في حالة وجود تهديد أو هجوم من دولة ثالثة يجب تقديم المساعدة. طيب هي الدولة الثالثة مين؟ روسيا أو إيران أو أرمينيا يعني. وهي أرمينيا ليست أرمينيا دولة صغيرة، يعني 3 ملايين كيلو، 3 ملايين إنسان. أذربيجان 10 ملايين وأذربيجان أكبر إلى آخره. فهي الدولة إما روسيا وإما إيران. لكن البند اللي بعد ذلك في الاتفاقية يقول هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد طرف ثالث، وهذا صحيح، لكن هو عمليا بعيدا عن الصياغات القانونية هي إيران أو روسيا اللي ممكن تعتدي على أذربيجان. فتركيا بتقول سأقدم المساعدة إلى أذربيجان. ده نظرية. من الناحية العملية تركيا لا يمكنها تقديم أي مساعدة لأذربيجان كما سنرى على الخريطة. أيضا الاتفاقية تقول أنه أذربيجان بتقدر الدور والمساعدات التي قدمتها تركيا تحرير إقليم ناغورنو كاراباخ. وطبعا هنا أذربيجان وهنا الإقليم، ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيله. أيضا الاتفاقية تقول أنه سيتم فتح ممر اسمه زنجرور بين البلدين، سيكون في خط مواصلات من تركيا وبعدين يمر في الأرض الأذربيجانية الجيب الصغير، وبعدين يقطع أرمينيا، دي مسافة 40 كيلو، وبعدين يمر إلى أذربيجان، وبعدين هذا الخط ممكن ينتقل إلى العالم، باقي العالم الإسلامي، وهؤلاء أتراك يتحدثون اللغة التركية. فده عمق بالنسبة لتركيا وأذربيجان. لكن طبعا روسيا لن تسمح بهذا. أرمينيا ما عندهاش مشكلة على فكرة، يعني أرمينيا ليست طرف في هذه أرمينيا هي محتلة من روسيا، وبالتالي يقع دور كبير جدا على تركيا وأذربيجان انه يعني تحرير ارمينيا من روسيا نفسها. طيب المهم، فطبعا ارمينيا بتفصل العالم الاسلامي، دولة عازلة مثل اسرائيل، فبتفصل تركيا الكتلة الاسلامية في الغرب، واذربيجان والكتلة الاسلامية الموجودة في الشرق بتفصلهم ارمينيا. فالاتفاقية وقف الحرب بتنص على هذا، لكن انا شايف انه هيتم تنفيذها لفترة وبعدين تنشأ مشكلة ما ويغلق هذا الطريق. يعني لما ننظر على هذه الخريطة نجد انه أذربيجان عندها عدوين يا جماعة، وأذربيجان في طرفين يريدون احتلالها. الطرف الأول روسيا تريد احتلالها لأنه أذربيجان كانت أرض روسيا محتلة، فروسيا بتنظر أرضنا اللي خرجت مننا. وروسيا تطبيقا لذلك قامت باحتلال أراضي من جورجيا اللي هي منطقة أوسيتيا، وقامت باحتلال أبخازيا. وطبعا روسيا لو استطاعت ستحتل كل جورجيا. وروسيا طبعا احنا شاهدنا احتلت القرم، وروسيا احتلت دونباس ولوهانسك في اوكرانيا وعاوزه تحتل كل اوكرانيا، وروسيا احتلت كازاخستان وشاهدنا، وبعدين روسيا بترسل تهديدات لاوزبكستان ايضا لان اوزبكستان رفضت تواجد قوات روسيه على اراضيها. فروسيا تريد احتلال هذه الدول. اذا الوضع الطبيعي والمنطقي ان تركيا وجورجيا وأذربيجان يعملوا حلف. طبعا روسيا لو احتلت جورجيا هتحتل أرمينيا بعدها،
فلا بد يتعمل هذا الحلف ضد الخطر الروسي. يبقى في حلف جورجي أذربيجاني تحالف عسكري أرميني. يعني أنت بتقول للجيش الروسي إذا أنت دخلت جورجيا، خلي بالكم ده وضع خطير جدا، إن روسيا جورجيا دولة عازلة بين تركيا وبين روسيا. لو الجيش الروسي احتل جورجيا وهو يستطيع، في الحالة دي هتبقى أي طلقة هتقوم حرب بين تركيا وروسيا. فإذا لابد أن روسيا تفهم أنه لا يمكنك التقدم أكثر وأنها تنضرب. لأنه إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل الآن أن في دولتين ضعيفتين بجوار روسيا، دولة جورجيا ودولة أذربيجان. دول مجاورتين وسهل الجيش الروسي يدخل يحتلهم، وروسيا لها جواسيس كسر في الدولتين. طب ايه الحل؟ متى روسيا حالا تتشجع وتطمع؟ ده روسيا راح تحتل اوكرانيا الاكبر منهم اصلا. فالحل ايه؟ اذا تواجدت قوات تركيا داخل جورجيا وقوات تركيا داخل اذربيجان، في هذه الحاله روسيا ستفكر تعيد تفكير 1000 مره، احتل جورجيا ولا لا، احتل اذربيجان ولا لا، لانها هتدخل في حرب مع تركيا. والروس يخشون الاتراك، الروس يسمون الاتراك الشياطين. فروسيا طبعا في حروب كثيرة، يعني التاريخ الروسي كله حروب بين المسلمين الأتراك وبين روسيا. روسيا بقى انتصرت في الآخر مش لسبب ضعف الأتراك، بسبب انتشار الخيانات داخل الأتراك، جهل في القيادات. لكن الأتراك يعني هزموا روسيا كثيرة ودخلوا موسكو وكذا. فبالنسبة للروس الأتراك حاجة يعني مخيفة يعني. فطبعا روسيا تفكر 1000 مرة إذا انتشرت قوات تركيا في جورجيا وأذربيجان. لما ننظر على الواقع نجد أنه روسيا تستطيع أن تحتل أذربيجان في ساعة. احنا ممكن ننام نستيقظ أنه لم تعد في أذربيجان. القوات الروسية تستطيع أن تسيطر على وزارة الدفاع الأذربيجانية في ساعة أو في نصف ساعة. هذا مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية. انظروا على الخريطة، احنا ذكرنا أن العاصمة الأذربيجانية أين تقع؟ أهي تقع على البحر يا جماعة. فروسيا بكل سهولة تستطيع أن قواتها بالسفن تقوم بعملية إنزال في العاصمة باكو. وإيران نفس الموضوع، تستطيع بالسفن إنزال في العاصمة باكو. وطبعا هذه الدول اللي هي كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، هذه الدول أيضا فيها قوات روسية وأساطيل روسية. فبحر قزوين هو بحيرة روسية تشاركها إيران فيها، وروسيا وإيران حليفين. وإيران بتقول لك أذربيجان دي أصلا جزء مننا وهي انفصلت، وروسيا نفس الموضوع. المهم، طيب مقر وزارة الدفاع الأذربيجانية هنا، ادي مقر وزارة الدفاع أذربيجان يا جماعة. طب هي تبعد عن الشاطئ كم كيلو؟ 2 كيلومتر. يعني لو جاءت سفن حربية روسية وقامت بعملية إنزال هنا، المشاة الروسية تقطع المسافة في خط مستقيم 1.5 كيلو. تخيلوا. طبعا إذا حصلت المباغتة، وتستطيع أن تحصل المباغتة لأن المسافة قصيرة أصلا، يعني لا يوجد لوقت للتنبيه ولا إنك تحشد قواتك ولا القول بأنه الجيش في حالة أهبة واستعداد وكذا، لا. أي قوات طبيعي بيحصل استرخاء أثناء تبادل الدوريات، الفترة الصباحية والفترة المسائية. استرخاء إن الأمور هادئة، يعني ما في إنسان ولا في قوة، والقوات الجيش كالإنسان تبقى يقظة ل 24 ساعة. فطبعا إن أنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تبعد عن الحدود 1.5 كيلو، ده وضع خطير عسكريا جدا. يعني هي لو في الداخل مثلا 10 كيلو متر، فتقول الجيش الروسي كي يصل محتاج 4 ساعات، فال4 ساعات يعطوك فرصة إنك تجمع قواتك والشعب الأذربيجاني يحمل السلاح ويبدأ يدافع وكذا. لكن ما في هذه الفرصة أصلا. ده وضع خطير عسكريا جدا بالنسبة لوزارة الدفاع والسيطرة على الجيش الأذربيجاني في لحظات. طيب رئاسة الجمهورية الأذربيجانية في باكو أين تقع؟ بعيدا عن الساحل، تقع هنا يا جماعة. هذه رئاسة الجمهورية، وهي بعيدة عن الساحل بالسيارة 1.5 كيلو. يعني حتى جوجل بيقول لك ممكن تقطعها في 4 دقائق بالسيارة، وطبعا دي لفة يعني. لكن لو انت خدتها خط مستقيم كده يبقى 1 كيلومتر. يعني الجيش الروسي إذا نزل
5000 جندي روسي بشكل مباغت ولا 2000 جندي روسي بشكل مباغت استولوا على الرئاسة. والسفن الروسية تستطيع أنها تتواجد بسهولة يعني، فلا يوجد وقت كافي للإنذار ولا حشد القوات ولا. وفي الحالة دي أصلا تركيا فين يا عم؟ تركيا بعيدة جدا. يعني تركيا هتقدم مساعدة بعد إيه؟ بعد ما يكون الرئيس الأذربيجاني قتل والعاصمة سقطت أصلا. انظروا يا جماعة، احنا بس كي ندرك. هنا مدينة داربند بتقع داخل روسيا. ودي مسلمين. داربند دي فتحها المسلمين في عهد عمر بن الخطاب. تخيلوا أراضي فتحها عمر بن الخطاب، المسلمين اليوم غير قادرين على الحفاظ عليها. يعني تخيل احنا كل دي أرض إسلامية من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب داربند تبعد كم كيلو عن باكو؟ إذا افترضنا أن داربند دي مركز الانطلاق، بتبعد 260 كيلو بالسيارة. خلاص. تركيا فين بقى؟ تركيا بعيدة جدا 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 جدا. ده انت على ما أذربيجان ترفع التليفون وتقول ألو يا تركيا عاوزة مساعدتكم، يكون القوات الروسية سيطرت على باكو والنظام السياسي في باكو انتهى وتم إعلان رئيس جديد. وده سهل جدا. أي مظاهرة تقوم في باكو زي كما جرى في أوكرانيا، أي مظاهرة تقوم في باكو هب القوات الروسية تنزل وتسيطر، خلاص انتهى. وده اللي حصل في كازاخستان. فوضع جد خطير جدا. تعالوا بقى انظروا شوفوا المسافة حضراتكم، مثلا من مدينة قارس التركية إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان 867 كيلو. يعني احنا لو هنسافرها بالسيارة هنستغرق 9 ساعات بالسيارة، في حين الحدود البحرية اللي بين الحدود البحرية لأذربيجان الرئاسة كيلو واحد على البحر. وحتى لو انت سافرت بهذا الطريق، على فرض ان ارمينيا هتسمح لك، 800 كيلو. يعني احنا هنفترض ان جورجيا هتسمح بعبور القوات التركية، ممكن اصلا لا تسمح. يعني ممكن جورجيا تقول لك انا لن اسمح بعبور قواتك، ممكن روسيا تهددها، ممكن ارمينيا لا تسمح بعبور القوات التركية اصلا. ونقل القوات التركية بالجو خطر، لانه روسيا تقدر تقصفها بالصواريخ. فوضع جد خطير جدا كما نشاهد. فعلى الورق الاتفاقية جميلة ان احنا كل دولة هتقدم المساعدة للدولة الاخرى، لكن على الواقع لا توجد لا وقت اصلا لطلب المساعدة. الخطورة لا تقف عند هذا الحد. ننظر في هذه الصورة نكتشف ان اذربيجان لها رأسان. اذربيجان شيعية علمانية، فلها رئيس سياسي اللي هو إلهام علييف، ده الرئيس السياسي، لكن لها رئيس ديني اللي هو خامنئي المرشد بتاع إيران. والمذهب الشيعي هو ليس مثل المذاهب السنية، أبو حنيفة والشافعي والمالكي. يعني خامنئي في إيران بيقول أنا أمثل كل الشيعة حول العالم. ده تنظيم، وهو واخد درجة آية الله، وفي تحت منه مش عارف حجة الإسلام، وتحت منه المرجع الفلاني. يعني أنت أمام حزب هيراركي بتنظيم، بأموال، بمرتبات، بسلاح، بمخابرات. وأنت الشيعي الذي لا يقبل أن يكون في هذا التنظيم هو كافر. مثلا احنا مسلمين سنة، مثلا مذهب حنفي، من هو ممثل المذهب الحنفي؟ لا يوجد. من ممثل المذهب الشافعي؟ لا يوجد. من ممثل المذهب الحنبلي أو المالكي؟ لا يوجد. لأن دي مذاهب فقهية ليست تنظيمات سياسية ولا عسكرية. أنت لست أمام أحزاب، أنت أمام فكر وفقه، أن أنت مقتنع تسير وفقا لأبو حنيفة أو للشافعي، وممكن تأخذ مسألة من أبو حنيفة وممكن تأخذ مسألة أخرى من الشافعي. خلاص؟ فمسألة مرنة، أنت أمام فقه. فهذه المذاهب هي ليست منافسة للحكم، لكن لا، ده بيحكم. ده بيقول أنا أمثل، أنا آية الله، يعني ناطق باسم الله. تخيل، مش يقول آية الإسلام آية الله، أنا، وده في الفقه عندهم إن أنا ناطق باسم الله. فإحنا عندنا هنا نفس الحروب في أوروبا بين القيصر والبابا. لما تراجعوا حروب أوروبا كلها تجد القيصر الأوروبي في ألمانيا، والبابا في الفاتيكان. وإيه اللي حاصل؟ بابا الفاتيكان كل فترة يطلع فتوى مسيحية إنه خلع القيصر، فالقيصر يسير الجيش
كي يضرب البابا، والبابا ياخد قوات وحرب 1000 سنة إلى أن جاء نابليون وهدم المسألة، هذه المسألة، وجرى إخضاع الكنيسة. لكن أنت عندك أوروبا طول تاريخها لها رأسين، ضرب في بعض، تاريخ دموي يعني. فالآن أذربيجان لها القيصر اللي هو الرئيس الأذربيجاني القائد السياسي والعسكري، ولكن فيه البابا، فالبابا موجود في الخارج، ودي كارثة كبيرة جدا. فأذربيجان إيه الحل؟ إن هي يكون البابا بتاعها عندها. يعني أنت أنا بتكلم سياسة ما بتكلمش دين الآن، يعني احنا مالناش دعوة بالمذهب الشيعة، العقيدة الشيعية صح ولا خطأ، أو لا نتحدث في هذا، إنما نتحدث في الأثر السياسي. إن لماذا كل آيات الله الشيعة كلهم إيرانيين، حتى في العراق إيرانيين. يعني لا يوجد واحد عراقي آية الله، لا يوجد لبناني آية الله، لا يوجد سوري آية الله، لا يوجد يمني آية الله، لا يوجد في باكستان آية الله. أنا بتكلم على دول، ولا في أذربيجان مفيش آية الله. فإذا الحل إن يكون في آية الله محلي أذربيجاني بقى. ليه أوروبا حصل فيها الثورة العلمانية؟ بسبب الصراع بين السلطة الحاكمة والكنيسة. طيب روسيا لم يحدث فيها أي ثورة ضد الكنيسة، لأنه الكنيسة في موسكو، البابا في موسكو، والقيصر الروسي في موسكو، فخلاص يعني هي جهة واحدة. فهمنا؟ طيب فإذا أذربيجان أمامها طريقين. الطريق الأول إنها تعمل لها آية الله بتاعها المحلي، فيبقى عندها بعيد عن السيطرة الإيرانية، لأنه فتوى من خامنئي يطلع الشعب الأذربيجاني كله إنكم كفرة ولابد تعملوا كذا ويفتحوا الباب للقوات الروسية. يعني إيران يمكنها إذا ضعف الحكم في أذربيجان أن تحول أذربيجان إلى سوريا أخرى وإلى عراق أخرى. وضحت الخطورة؟ فهنا هنجد أنه أذربيجان لها عاصمتين، لها عاصمة سياسية عسكرية باكو، ولها عاصمة دينية قم. وبعدين عندك بقى الاتوبيسات شغالة تحج في قم، فالمخابرات الإيرانية قاعدة في قم، اللي يروح من أذربيجان يضعون أمامهم، وإيران المخابرات الإيرانية بتأتي بالنسوان وصور يا معلم ويتجند. فأذربيجان يعني البلد إيران بتنخر فيها من أسفل، فتستطيع بكل سهولة أن يعني في لحظة ما أو في لحظة اضطراب أو ضعف تسقط أذربيجان. الحل إنه يبقى في آية الله شيعي أذربيجاني قاعد في أذربيجان، وإعلان الانفصال زي أوكرانيا. أوكرانيا مش مسيحيين أرثوذكس، الكنيسة بتاعتهم تابعة لروسيا. ماذا فعلت أوكرانيا الآن؟ فصلت الكنيسة، بقت الكنيسة الأوكرانية أرثوذكسية. فلا بد أنت تفصل، تقطع هذا الحبل وهذا الخيط مع إيران، أو أنه أذربيجان تتحول للمذهب السني. والمذهب السني لا فيه لا آية الله ولا منظمة كنسية أو منظمة بديلة ولا شيء من هذا القبيل خالص، ويبقى هو كده قطع خالص مع إيران نهائيا. أرجو في الختام أن تكون الصورة قد وضحت. وهنا كتاب عن تاريخ أوروبا في العصور الوسطى هيشرح لنا الخطورة اللي بتعانيها أذربيجان اللي هي جرت في أوروبا، ويتضح لنا أن الحكم في أذربيجان يعني جالسة على قنبلة، إذا وصلت روسيا إلى الإمساك بخيطها أو إيران تنفجر وتقتل أذربيجان كلها. فأرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وهنا فهرس فيديوهاتي على اليوتيوب، أرجو الاستماع إليها. وأسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر. وهنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمة في مجال التاريخ. وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.